بعد ختام أحداث حلقتنا السابقة بقتل كيرول هورنز الله يجحمه، واللي قدروا يعرفوا منه بقصة قطار المدينة اللي لسه مش عارفين هيوصلنا لفين، وتوجه سيارة جنود الكومنولث المحملة بالأشخاص المخطوفين لمكان احنا لسه ما نعرفوش، وشكلنا كده والله أعلم داخلين على أحداث ما توحيش بالخير أبدا. تعالوا بينا نستكمل أحداث حلقات موسمنا ال11 والأخير، واللي هنشوف فيه خطة صمود المجموعة الأخيرة في نهاية العالم. وبنروح بسرعة داخل أحد عربيات الكومنولث مع ماجي اللي بدأت تفوق وترجع لوعيها مرة تانية، واكتشفت بعدها إنه حارس العربية نايم، فبنلاقيها رايحة تساعد جابريل وروزيتا عشان يحاولوا الهرب بسرعة، ولكن للأسف بيبدأ يفوق الحارس في الوقت ده وبيخرج مسدسه، ولكن للأسف بيخرج منه طلقات بالغلط بتصيب سواق العربية فبيلبسوا في حادثة كلهم بغبائه. وبنلاقي ماجي قدرت تنجو بنفسها وحياتها، وبنعرف إن عربيات الكومنولث متجهين لمكان يدعى بالمنفى، واللي بيتم هناك معاقبة الأشخاص على أفعالهم المخالفة لقوانين الكومنولث عن طريق تكليفهم بالأعمال الشاقة هناك. وبالفعل بنلاقي الملك إيزجل وباقي المجموعة بدأوا شغل الإصلاحات في المنفى اللي بيحاولوا يحولوه لمكان صالح للعيش فيه، وبنلاقي الحراس هناك بيتعاملوا بقسوة شديدة مع كل الأشخاص الموجودة، وبيكون الوضع صعب للغاية. وبنلاقي نيجن رايح يتكلم مع إيسجل عشان يحاولوا يتوصلوا لخطة لهروبهم من المكان، وبنلاحظ إنه نيجن مازال حزين بسبب اختفاء زوجته الحامل اللي لحد دلوقتي ما يعرفش أخدوها على فين. بنرجع لجابرين وروزيتا مرة تانية واللي للأسف فقدوا وعيهم بعد حادث العربية، لكنهم بيبدأوا يفوقوا وبيتفاجئوا بحارس من حراس الكومنولث واللي بدأ يتحول لزومبي وكان هيحاول يهاجمهم، لكنهم بيقدروا يتخلصوا منه، وبيسمعوا صوت مفاجئ من جهاز اللاسلكي الخاص بيه وهو بلاغ بأنه ماجي هربت وقدروا يحددوا مكانها. بيبدأوا على الفور يتحركوا على هناك، وبننتقل بعدها لديرول وكيرول اللي ما زالوا بيراقبوا مقر القطار من بعيد، وقدروا يسمعوا حديث جنود الكومنولث بأنه كوني هيتم نقلها لمكان أبعد باعتبارها تصنيف تاني، ولكن للأسف ما بيكونوش فاهمين حاجة. كوني داخلة تصفيات نهائي كاس العالم باين يعني كده ولا ايه؟ فبيقرروا ديرول وكيرول انهم يتتبعوا القطار بعربيتهم. وبنرجع لماجي في الغابة اللي ما زالت بتحاول الهرب من حراس الكومنولث، فبيتفاجئوا كيرول وديرول بماجي في طريقهم واللي بيلاقوها بتبكي لأنهم قدروا يخطفوا ابنها وابن روزيتا ومجموعة كبيرة جدا من الأطفال. بتحاول كيرول تهديها وبيتفاجئوا بعدها بجابرين وروزيتا فبيبدأوا يتجمعوا من جديد ويفكروا هيتصرفوا ازاي. وبنعرف انه ماجي اثناء هروبها حاول جندي من جنود الكومنولث الهجوم عليها، لكنها قدرت توجه له ضربة فقدته وعيه. فبنلاقي ديرول رايح يتكلم معاه وبيحاول استجوابه عن مكان اصدقائهم، ولكن بنتفاجئ بانه جابرين يعرف الشخص ده وانه كان بيزوره باستمرار اثناء عمله في الكنيسة، فبيحاول جابرين يتكلم معاه وبيقدر يعرف منه انهم اخدوا الرهاين لمكان بيدعى المنفى اللي للأسف ما يعرفش مكانه، وان كوني هيتم نقلها لمكان ابعد باعتبارها تصنيف تاني عن طريق القطار. فبيقرروا ديرول والمجموعة انهم هيتتبعوا سير القطار، وبنلاقيهم قدروا يهجموا على الحراس، وبتروح ماجي تثبت سائق القطار، وبنلاقيهم قدروا يخلصوا على كل الحراس الموجودين ما عدا حارس واحد اللي قدر يهرب بدراجته، فبيروح ديرول وراه بسرعة عشان يلحقه وبيقدر يخلص عليه. وبنرجع لماجي والمجموعة اللي بدأوا استجواب سائق القطار اللي للأسف بيرفض يقول لهم أي معلومات عن الكومنولث خوفا على عيلته من الموت، وبينتحر قدامهم بعدها.
فبتقرر روزيتا تنتحل شخصية جندية من جنود الكومنولث، وبنلاقيها بتتواصل عن طريق جهاز اللاسلكي الموجود في القطار بباقي الجنود الكومنولث، واللي قدرت تعرف منهم إنه تم نقل أصدقائهم وكل الأطفال على مدينة ألكسندرا اللي ما زالت تحت سيطرة وحكم الكومنولث. فبيقرروا المجموعة يتحدوا لإنقاذ أصدقائهم والأطفال واسترجاع مدينتهم ألكسندرا من جديد. تفتكروا ايه الخطة الجديدة اللي هتتبعها المجموعة لإنقاذ الموقف الصعب ده؟ وهل هيقدروا بالفعل استرجاع مدينتهم من جديد، ولا هنتفاجئ بمفاجأة مستنيانا هناك في ألكسندرا؟ وريك اللي ما زلنا كلنا مستنيين نسمع خبر عنه، واللي على الأغلب هنسمعه قريب قوي. ولكن مع بداية أحداث حلقتنا الجاية بنشكرك على متابعتك لينا، ومستنيينك في الحلقة الجاية. اوعى يفوتك الأحداث اللي داخلين عليها، لأن الجديد شديد. ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار نزول حلقاتنا الجديدة، وكمان عشان تقدر تتابع كل الأفلام والمسلسلات الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. سلام.